لنا وقت كبير نرجع ننزّل فيديو، والفيديو ده هيكون عن درجة الحرارة المرعبة اللي إحنا عايشين فيها حاليًا. أنا واحد من محبين الصيف، ولكن يعني إن شاء الله هاغيّر رأيي بسبب اللي بيحصل فيّا وفي جسمي، ولكن يالّا الحمد لله. بس يعني الصيف شيء جميل، الصيف شيء مش جميل. والله يعني أنا من محبين الصيف، ولكن الصيف ما بيحبنيش. أنا واحد من الناس مثلًا باحب الصيف عشان النزول والخروج والصحيان بدري والمصايف والأوقات الجميلة اللي بنقضيها دي كلها، بس الصيف ما بيحبنيش. شايف الصورة دي؟ ده أنا في الصيف. دي قصة حياتي. أنا دايمًا معظم الوقت يا ملتهب، يا محروق، يا في فرق في الألوان في جسمي بسبب الصيف. حاليًا أنا وشي أهو ملتهب برضه بسبب الصيف. اللي بيضايقني لمّا آجي أدافع عن الصيف عند الناس اللي ما بتحبش الصيف، ما بيبقاش عندي أسباب، مع إن أنا فعلًا في أسباب لحُبّي للصيف ده. يعني أنا مش باحبه عن الشتا. الشتا بالنسبة لي باكسّل أعمل فيه كل حاجة. ماشي، اللبس أشيك والدنيا تمام وتلبس تتدفى، بس بتكسّل تقوم تنزل من البيت. إنما الصيف لأ، أنت عايز تقوم تنزل، عايز تخلص. عشان أنا من كام يوم، يعني أنا بُص لو خدت بالك حاليًا أنا وشي ملتهب. بُص، مش عارف هيبان في الكاميرا والّا لأ، بس أنا وشي حاليًا ملتهب بسبب درجة الحرارة. كنا بنصور من كام يوم في ملاعب بدل، فطبعًا اللي عارف ملاعب البادل ما فيهاش مكان تقدر تتدارى فيه. يعني هي الشمس فوقك من كل النواحي وإزاز، فأنت بتخش جوه الملعب تتضغط حرارة حرفيًا، وبتفضل طول الوقت كده. فأنا كنت عندي تصوير، فرُحنا التصوير تمام. أنا كنت لابس أسود في أسود، ودي يعني قرار خاطئ جدًا. نسيت أبُص على درجة الحرارة قبل ما أنزل، والتصوير من 7:00 ص بالليل بقى. فأخدت الشمس كلّها تمام. أنا لابس أسود في أسود، فأنا فضلت باجمّع كل درجة الحرارة على قد ما أقدر جوّايا يعني تحت الهدوم. وما كنتش عارف أتدارى، ما كنتش عارف أخُش في أي حتّة. كل ما أخُش يعني غسلت وشّي مثلًا بتاع 30، 40 مرّة اليوم ده. والمشكلة الأكبر إن يعني أنا باغسل وشّي وأنا ما بالبسش ice cap. اليوم ده جِبت ice cap لبسته، فأنا أمّا كنت باغسل وشّي كنت بالبس الice cap فوقيها، فكنت باحس إن أنا ما عملتش حاجة، لإن أنا ما ينفعش أغسل وشّي أو دماغي وأخرج في الشمس. يعني هاخد ضربة شمس طبيعي جدًا، يعني الرطوبة هتجيب لي ضربة شمس مع هاغسل وشّي كتير وأحط الice cap وأتحرك برضه ما فيش أي سبب. لحد ما جيت آخر اليوم، يعني مش قبل آخر اليوم كمان، على الساعة 17:00 كده والّا 16:00 مثلًا العصر، لقيت في حرقان مرعب في دماغي وفي وشّي وفي قفايا. يعني رُحت مصوّر بالموبايل بابُص لقيت في فرق كده، في الحتّة العريانة لونها برتقاني أو أحمر، والحتّة العادية لون جسمي الطبيعي اللي هي تحت الهدوم. دي مش أول مرّة، يعني يعني هي حصلت معايا قبل كده. كُنّا بنصوّر برضه مسلسل في أسوان، فكُنّا في معبد فيلة. فكان المشكلة فين، إن هناك برضه إحنا كُنّا بنصوّر في حتّة open area، يعني مش حتت جوّه المعبد متدارية لأ، إحنا في الساحات اللي هي الكبيرة اللي أول ما بتخش معبد فيلة في وشّك قدّامك على الشمال وعلى اليمين دي، وعند اللي هي الحتت اللي فيها المعارض والمسارح والكلام ده. فدخلنا بنصوّر طول اليوم برضه. كان تصوير من الشروق يعتبر للغروب. جيت في نُص اليوم برضه نفس الفكرة، بس ساعتها كنت شاري اللي هي الهات اللي هي بيلبسوها السياح دي. فلبستها، دخلت التصوير، فضلنا قاعدين طول اليوم بنصوّر. برضه جيت في آخر اليوم عندي ضربة شمس ورميت دماغي. وأمّا رُحت الأوتيل قعدت في مَيّة ساقعة حبّة حلوين عشان أطلّع الحرارة من الجسم. لأ، يعني أنا باحب الصيف، ولكن الصيف بيبهدلني حرفيًا. يعني باحس إن الدنيا في حاجة غلط. أنا واحد من الناس مثلًا اللي هو إيه، قشطة. يعني أنا بالنسبة لي أنا باقول دايمًا إن أنا باحب الصيف، عشان لو مشكلتكم في الحر فاشتروا تكييف يا جماعة واقعدوا في حتة فيها تكييف. يعني أنا مثلًا باقعد أقول أنا شغلي فيه تكييف وبتاع، فأنا مش متضايق والجو ده. ولكن معظم الوقت اللي بتقضّيه في الشارع بسبب الشغل بتاعي، يعني التكييف ده بيبقى في الشركة، إنما أثناء التصوير إحنا في الشارع. بسبب الوقت ده كله في الشارع الدنيا بتخرب. أنا بابقى عايز أقول والله يا جماعة الصيف حلو، ولكن هو حلو في حتت معيّنة يعني. حلو في وأنا مسافر أغيّر جو. حلو في المصايف، حلو مش عارف في إيه، حلو في النزول بالليل. إنما كحياة عامةً لأ، صعب. وحاليًا الصيف بتاعنا صعب جدًا، يعني حاليًا درجة الحرارة مرعبة.
أنا حران حاليا جدا، مش عارف أعمل إيه، لكن يلا الحمد لله.